السلام عليكم، كي داير اخوان؟ صافا كلشي مزيان الحمد لله. بالنسبه للموضوع ديال هذه الحلقه هذه هو التصريحات الضريبيه. المشكل ديال التصريحات الضريبيه يا اخي العزيز ولا اختي العزيزه، انت اولا انت عندك شركه ياك وما خدامش بها، واخا ما تكون ما خدام بها ما والو، يعني ما كدير بها، ما فاتح لها لا كونت في البنكه، ما داير بها حتى شي حاجه، يعني ما خدامتش بها. راه واجب عليك تحط التصريحات الضريبيه. التصريحات الضريبيه شنو كنعنيو بهم؟ يعني الديكلاراسيون ديال التي في اللي كتكون عندنا كل 3 شهور، ممكن يكون عندنا البيلون اللي كيكون عندنا حتى هو كل سنه، عندنا تريتمون سالير اللي حتى هي كتكون كل سنه. المهم تريتمون سالير كنت تنقول لك التريتمون سالير تيقول لك انا راه ما عنديش لا سنسس، انا حتى لافيلياسيون ديال لا سنسس ديال الشركه انا ما عنديش. خويا راه واخا ما تكونش عندك لافيلياسيون ديال لا سنسس او واخا ما تكون مديكلاري حتى شي واحد، راه ضروري خاصك توضع تصريحات ديال تريتمون سالير، اوبليجي خاصك توضعها. راه اي ديكلاراسيون من هادشي اللي قلنا دابا، راه اي ديكلاراسيون ما كتحطاش على ديكلاراسيون كاملين مع مصلحه الضرائب عندك 500 درهم على كل ديكلاراسيون. يعني تخيل معايا عندنا 4 ديال لي ديكلاراسيون في السنه ديال التيفيا، يعني يعني عندنا 4 ديال لي تريمستر، كل تريمستر عندك فيه 500 درهم، يعني 2000 درهم غادي تخلصها على والو، على والو غادي تخلصها. زيد عليها عاوتاني البيلون عندك مره في العام، هذاك البيلون الا ما حطيتوش هو عندك فيه 500 درهم، هي ولات لك 2500 درهم. زيد لي عاوتاني تريتمون سالير الا ما حطيتهاش حتى هي عندي فيها 500 درهم، هي ولات ليا 3000 درهم. وعاد باش مؤخرا زادوا لنا واحد ديكلاراسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل، واحيانا يقول لك لا تاكس بروفيسيونيل حنا معفيين منها 50، لا، اي الضريبه ديالها معفيين منها 50، ولكن التصريح ديالها حتى هي قال لك خاصك توضع عليها التصريح ديالها. يعني عاد باش المشكله الكبيره عاوتاني هي البي في اللي كيديبوزا في المحكمه مع البيلون. هذاك البي في اللي كيديبوزا مع المحكمه في البيلون وعندك فيه بيناليتي هو من 10000 درهم حتى ل 50000 درهم، يعني مليون حتى ل 5 المليون. علاش انا غادي نخلص هذا الشيء كامل؟ افترضوا جابوا لي مثلا 20000 درهم ومشيت درت لهم طلب استعطاف مثلا، ونفترضوا مثلا نقصوا لي، شحال غادي ينقصوا لي؟ ينقصوا لي 50%، وينقصوا لي نقولوا كاع 70%. علاش انا اصلا غادي نوصل لذوك المواصل نقصوا لي 70% كاع؟ انا نخلص مثلا واحد 7000 درهم، ولا مثلا نقولوا 20000 درهم نخلص منها 7000 درهم ونخلصها 5000 درهم. علاش انا اصلا غادي نخلص هذيك 5000 درهم؟ ونوضع التصريحات الضريبيه ديالي ونبقى هاني، يعني ما نخلص حتى شي حاجه. اولا انا الا كنت انايا يعني ما بقيتش ما بغيتش نخلص هادشي كامل، ما بغيتش ندوع التصريحات الضريبيه ديالي، نشطب على الشركه ونتهنى منها. يعني الشركه راه ماشي نقول لكم حقا شركه خايبه، راه ماشي شركه خايبه، راه ما بالعكس شركه مزيانه، مزيان واحد ياسس الشركه ديالو ويخدم ويتوكل على الله احسن ما يمشي سالاري عند عند شركه اخرى. ولكن بالنسبه للاشخاص اللي هما ما مستطيعينش، يعني ما عندكش استطاعه يا اخي ولا اختي، ما عندكش استطاعه باش تخدمي في الشركه تخدميها، ياك شطبي عليها وحبسي ذاك النازل. نتمنى تكون استفدتوا من هذه الحلقه، والسلام عليكم.